طيب أظن إن يعني ثانية نبدأ نشوف. بسم الله. طيب أظن إن يعني ثانية نبدأ نشوف. مش هنتكلم مرتين. أيوة. بسم الله. أتأكد بس إن في لايف موجود والناس سامعانا أول. ايه. بقول أتأكد دلوقتي إن اللايف موجود والناس سامعانا. أظن هو موجود. أيوة، لو في حد من الموجودين كده يقول لنا إن هو سامع صوتنا بوضوح يعرفنا. الصوت تمام ماشي زي الفل. ازيك يا دكتورة؟ إيه أخبارك إيه؟ يا دكتور سعيد، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. طيب إحنا سريعا كده. آه، الدكتورة آلاء هي زميلة من فارق العيادة، وهي دكتورة زميلة برضو في كورس الاي ام دي ار، وكانت وزميلة في إشراف الاي ام دي ار مع دكتورة تمرة. فاحنا زملاء في حاجات كتير بالذات في نقطة الصدمات يعني. فقلنا بقى بما أن في تاريخ مشترك من موضوع الصدمات، فعايزين نعمل للناس حاجة الناس تعرف منها يعني أصلا إيه هو الاي ام دي ار، الصدمات دي بيشوفوها إزاي وهكذا. تمام. ان شاء الله يكون الموضوع بسيط، خاصة ان احنا في ناس كتيرة جدا بتتكلم وبتقول على بيكتبوا كتير عن الصدمات، بيكتبوا كتير عن ال EMDR او المدارس الحديثة، بس مش كل الناس بتبقى عارفة هو ده عبارة عن ايه، ولا الناس بيعالجهم ازاي او ممكن يستفيدوا منه ازاي. تمام. هل تسمعيني يا دكتورة آلاء؟ يا دكتور سعيد، ازيك يا فندم؟ طبعا اسمعك بوضوح. آم، يعني هي فكرة بالنسبة لي. الموضوع ده مهم لأنه ترندنج، إن الناس بتتكلم كتير قوي عن الصدمات. بيبقى مهم يعني نبقى فاهمين ازاي العلاجات بتشتغل على الصدمات، ويعني ايه صدمات، وامتى نتدخل ونقول ان دي صدمة، وايه أهمية أصلا إن أنا أعالج الصدمة. فكل دي حاجات أعتقد يعني أحب أغطيها، يعني أحب نتكلم عنها. طيب ممكن نبدأ بقى على طول كده. ايه هي بقى الصدمة من وجهة نظر مدرسة الاي ام دي ار او الاي اي بي موديل يعني؟ يعني هي الصدمة عموما، يعني إحنا لو جينا نتكلم أكتر عن يعني أصلا عشان نفهم الصدمة محتاجين نفهم أصلا إزاي الدماغ بتشتغل، لأن هي إحنا دماغنا عندها من المرونة اللي تسمح لها إنه أي تجربة جديدة تيجي أتعلم منها، أخزنها، أحطها في ملف كده وأعمل لها أركايف، واعتبرها تجربة هتعلمني، تتخزن في مخي. وكذلك تيجي تجربة بعدها، وكذلك تيجي تجربة بعدها، وتفضل كده دماغنا بتشتغل. تخزن الذكريات اللي بنعملها، مش ذكريات بقى، الأحداث اللي بتحصل لنا. زي بالظبط الطفل لما بيجي يتعلم، مثلا بيجي يتعلم المشي، فبيجي يتعلم المشي فخطوة بيخزنها، بيتعلم الخطوة اللي بعدها ويتعلم الخطوة اللي بعدها لحد ما يبدأ يتعلم المشي. طيب، دي ده الطبيعي بتاعنا. طب يعني ايه صدمة بقى؟ الصدمة هي انه يحصل لي حاجة مخي مش قادر يتعامل معاها، مش قادر يتحملها، وبالتبعية ما يقدرش يعالجها ويخزنها، يعتبرها ذكرى يستفيد منها، يحط فيها يعني يحطها بشكل منتظم جوه مخه. فتفضل هي كحدث حصل وعدى، لكن لسه موجود في دماغي بشكل مش منظم، موجود في دماغي بشكل متفركش كده، بشكل دماغي مش قادرة تعمل له معالجة وتخزين عشان تستفيد منه. وبالتالي يبقى اسمها صدمة. فهل هنا الصدمة لازم تكون حرب، لازم تكون حاجة شديدة جدا جدا، لازم تكون حوادث، كوارث، زلازل؟ مش شرط، يعني مش شرط. هي أي حاجة فوق قدرتي على التحمل تسمى صدمة. يعني
فممكن يكون حادثة ممكن تتسمى صدمة، عنف بشكل معين تتسمى صدمة، تجربة مؤذية، تجربة عاطفية مؤذية ممكن تتسمى صدمة. حتى في بعض الأوقات ممكن السماع عن الصدمة يعتبر صدمة، يعني مثلا مغطين مثلا يعني اللي هما اللي بيبقوا موجودين في الحروب علشان يغطوا بقى الأحداث وكده، أوقات كتير هما نفسهم بتحصل لهم أعراض الصدمة. وبالتالي فهي الصدمة ليها مفهوم واسع جدا، كله في نطاق إنه إيه اللي دماغي ما قدرش يتحمله، وبالتالي خزنه في ذهني بشكل غير منظم أو بشكل غير تكيفي، يعني نسميها غير تكيفي. فده تعريف الصدمة. تمام. يعني معنى كده ان الصدمة ده اول خطأ الناس كتير بتتكلم فيه، وهو ان هم دايما بيعتبروا الصدمات هي الاحداث الضخمة جدا، اللي هي مثلا الحروب او تعرض لاذى جسدي او جنسي او شيء مهدد للحياة بشكل مباشر. ده احد يعني التعريفات اللي بتقال للصدمة. لكن دي مش كل الصدمات، لا، الصدمات عموما هو الاحداث اللي المخ ما قدرش يسجلها ويعمل لها معالجة بشكل كويس. يعني زي ما انت وصفتيها كده، هي اتبعترت. يعني زي ما يكون هو قاعد، قلت مثلا مثال، هو الطفل بيتعلم الخطوات، فهو بيقعد يتعلمها جزء بجزء، اللي هو ازاي يبدأ يقف، وازاي يثبت رجله على الارض، ازاي يحفظ توازنه، ازاي يحرك رجله، يحفظ توازنه وهو بيحرك رجله ازاي، وهكذا. فالمخ عموما بيخزن الاحداث وبيتعلمها بالشكل ده. فالصدمه بقى، يعني لو جه على نفس حاجه كده، هو حاجه حصلت في النص، حاجه عطلت ان المخ يكمل يربط المعلومه رقم واحد بالمعلومه رقم ثلاثه. المعلومه رقم اتنين ديت المخ ما عرفش يدمجها مع المعلومتين، فركشت شكل المعلومات في المخ، وبالتالي مش لازم يكون الحدث اصلا كبير. ممكن الحدث يكون من وجهة نظر بعض الناس صغير، بس هو كان ساعتها أقوى أو أكبر من قدرة المخ على إن هو يعرف يعمل له معالجة بشكل مظبوط. صح كده؟ بالظبط كده. إيه، والصدمة طيب نفسها، تمام. أوكي، الصدمة نفسها الناس بتعتبرها يعني مجرد الحدث السردي للحكاية، يعني اللي هو إنه أنا كنت ماشية في الشارع مثلا فحصل حادثة، كأنه هي الحدث السردي للرواية. وهي الصدمة خصوصا لما نيجي نتكلم عن الاي ام دي ار، هي مش مجرد الحدث الصدمي، الحدث الروائي ده، مش اللي انا شفته، مش اللي انا سمعته بس، اللي انا شفته واللي انا سمعته، اللي انا حسيته في جسمي وتخزن في جسمي، فجسمي نفسه بيفتكر الصدمة دي. كمان المعنى اللي انا اديته لنفسي عن الصدمة، لانه الذكرى مش مجرد ذكرى، هي ذكرى تحمل معنى. يعني ممكن الصدمة دي، الحادثة اللي أنا تعرضت لها دي، حد تاني تعرض لها وعادي، حادثة قضاء قدر حصلت. ممكن أنا لما أتعرض لها ممكن أحس إنه آه لا، أنا كده مش قادرة أحتفظ بأماني. فالمعنى ده، المعنى اللي المخ بيعمله من ورا الصدمة، بيبقى جزء أساسي من وجود الصدمة. هي مش مجرد الحدث السردي، هي ليها أكتر من جانب، أوقات كتير حتى ما بنبقاش واعيين بيه أو شايفينه أو فاكرينه أو مدركينه. تمام. يعني اللي هو وكأن مخي خزنه إزاي. بالظبط كده. طيب تمام ماشي. هنا بقى هندخل في نقطة. طيب، الاي ام دي ار بيعمل ايه بقى مع مع الموضوع المعقد ده؟ طيب، إحنا ممكن كيف نحاول ناخد يعمل اي ام دي ار؟ إحنا استعرضنا شوية بلوكس من صديق البرنامج. فإحنا ممكن نفهم الأول إنه زي ما اتفقنا إنه الصدمة، اعتبرنا إن دي صدمة، فالصدمة هي الوجه اللي أنا فاكره عن الرواية اللي أنا شفته، اللي أنا أعرفه. بس في أوجه تاني أنا مش شايفها، سواء إحساسي في الجسد، سواء المعتقد أو المعنى اللي أنا كونته عن نفسي في اللحظة دي، واللي بالتبعية صدمي، ومشاعري وأفكاري والحاجات اللي اتخزنت جوه ذهني بس مش باينة في الرواية. طيب، عشان نفهم الاي ام دي ار بيعمل ايه، ممكن ناخد مثال. هحاول ادي يعني مثال بسيط جدا، يعني عشان ما يبقاش بس تريجرنج. فلو جينا نشوف مثلا
إنه في موظف شغل جديد. الموظف ده رايح شغل، آه، يعني مقبل على الحياة ومشرق ورايح بيأدي شغله باجتهاد فهيروح يعمل أول تاسك. أول تاسك متمثلة هنا. فأول تاسك هيعملها، هيأدي التاسك دي بشكل معين، فالمخ هيتعامل معاها على إنها تجربة حلوة جدا، يلا نحتفظ بيها نخزنها في مخنا. بعد شوية هيروح يعمل تاسك تانية، يلا نحتفظ بيها نخزنها في مخنا. يعني تاسك تالتة، يلا نحتفظ بيها نخزنها في مخنا، وهكذا يفضل المخ يكون شبكات، يعني أشبه بكده شبكات بنسميها شبكات تكيفية، تجارب كويسة المخ بيتعامل معاها، يستفيد منها وبيخزنها جوه مخه عشان يستفيد منها في التجارب اللي بعدها. طيب، تعالى نفترض إنه ال- آه، الموظف ده بعد شوية، شهر شهرين، بدأ عمل خطأ كبير وفادح وكارثي في الشغل. اوكي، ده فهو في اللحظة دي كأن التجربة دي المخ بدأ يقف قدام. الموظف كان خايف، الموظف كان قلقان، كان حاسس إن هو عمل خطأ جسيم وحاسس بالفشل. التجربة دي هتبقى أشبه بالصدمة اللي هي المخ هيبقى مش عارف يتعامل معاها، مش قادر يحتفظ بيها، مش قادر يعمل لها معالجة. فيفضل الإحساس الجسدي شبه مكمل، يفضل المعنى وإحساسه بالفشل لسه مكمل جواه. فيبدأ بقى يلاحظ تغيرات كتير في حياته. يلاحظ مثلا إن هو بدأ يبقى متعصب، بدأ يبقى خلاص الحدث عدى وهو مكمل في شغله عادي، بس الحدث لسه مكمل جواه. كأنه أول ما يبدأ يشوف إيميل مثلا، يبدأ يحس بالتوتر والقلق. أول ما يشوف اسم مديره على الموبايل يقول كارثة حصلت. أول ما يشوف يعني يبدأ يبقى متعصب، يبدأ يبقى قلقان، يبدأ حتى تركيزه وانتباهه يقل، وكأنه بدأ يحس إن هو مهدد طول الوقت. ليه؟ لأن المخ هو عنده 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 فايل متبعتر، مش قادر يتعامل معاه. فالفايل ده بيخلي دايما يبقى حاسس بالتهديد، يبقى عايز يعيد تجربة الحدث علشان يخلي الفايل اللي مش متنظم يخليه متنظم، لأن المخ عنده قدرة تلقائية إن هو يتعامل مع الأحداث، عنده جزء فطري يساعده إن هو يتعامل مع الأحداث. وده اللي بيحصل في عملية النوم مثلا، إن إحنا لما بننام نبدأ نعالج الأحداث اليومية في حياتنا ف... فنبقى كويسين. طيب، دلوقتي أنا عندنا صدمة وعندنا شبكة من الحاجات الكويسة اللي بنعملها، بس هو مش قادر يشوف غير الصدمة. الاي ام دي ار بيعمل ايه؟ الاي ام دي ار بيعتمد على قدرة المخ التلقائية إن هو يشوف الشبكات التكيفية دي. والشبكات التكيفية، الحاجات اللي بتساعدنا نبقى كويسين، هي الأساس، هي اللي بتساعدنا نبقى كويسين. يعني هي اللي بنعتمد عليها، هي اللي فيها الموارد بتاعتنا. فالاي ام دي ار عن طريق تحفيز حركة العين يبدأ يتارجت الميموري دي، يتارجت الفكرة دي، يتارجت التروما دي، ويحاول يخليها تقترب من الشبكة التكيفية، فتبدأ هي كمان تروح للشبكات التكيفية. وبالتالي يبدأ المخ يتحرر من إحساسه بالتهديد وإحساسه إن هو عنده حاجة لسه محتاج يعملها، عنده حاجة لسه محتاج يبذل فيها مجهود شديد أو يحس بالتهديد ناحيتها. فبس حركة العين دي، ليه حركة العين؟ يعني لو جينا نشوف ليه حركة العين، لأنه إحنا في النوم الطبيعي بتاعنا في جزء من مراحل النوم بتاعتنا اسمها حركة العين السريعة. حركة العين السريعة دي بتخلي المخ يتحفز عشان يشجع نفسه إن هو يخزن الذكريات ويتعامل مع أحداث اليوم. فمن هنا تم استخدام حركة العين السريعة عشان تساعد المخ يبقى عنده حاجة اسمها تحفيز ثنائي. يعني إيه تحفيز ثنائي؟ قادر يشوف ده وقادر يشوف ده، وبالتبعية يحاول يخليهم موجودين مع بعض
فتبقى تكيفية، بتبقى الذكرى دي قادر يتعامل معاها ويبقى قادر يتكيف معاها. يعني يا رب يكون مثال واضح، أو يكون في يعني قدر يقرب شوية من تكنيك ال EMDR. طيب يعني عادي احنا بنكمل بعض في الكلام، فحسب ما انا كده فهمت يعني ان عشان برضو بعض المعلومات ممكن ما تبقاش معروفه قوي للناس. الاي ام دي ار احنا بنتكلم عن مدرسه هي متخصصه في الصدمات، فهي تابعه لموديل اسمه الاي اي بي. تمام. نموذج المعلومات التكيفيه. طيب نموذج المعلومات التكيفيه ده بيقسم ان الاحداث اللي بنمر بيها الاحداث تكيفيه وغير تكيفيه. الاحداث التكيفيه يا دكتور انا بتتكلم عنها الاحداث اللي مخنا بيطلع منها بمعنى ايجابي او مفيد لينا عن الحياه، عن نفسي او عن العالم او عن الحياه. فالمثال الدكتور انا بتقوله موظف راح يشتغل زي ما هي رسم كده او في ايديها قطعه البازل، ده النهارده انت عملت حاجه كويسه، انت شاطر، انت بتعرف تنجز. عمل حاجه كمان، لا ده انت شخص كفء، لا ده انت شخص ناجح. جه في مره من المرات عمل، يا الا هو عمل موقف كارثي، او ان هو مثلا عمل موقف ممكن يكون موقف كويس عادي، بس ايه، اتعرض مثلا لانتقاد شديد جدا، ده انت ازاي تعمل الخطأ زي ده، انت ما بتعرفش تشتغل اصلا، ده انت وهكذا. المخ هنا عايز يبقى عنده معلومة ثابتة عني انا كموظف دلوقتي. فانا ابدا بالوقت عارف ان انا عملت واحد واثنين وثلاثة يدل ان انا انسان ناجح وكفء وبعرف انجز بس في بقى معلومة مخي ما عرفش يعمل لها معالجة، ما عرفش يحطها جوه نفس الشبكه دي بقى المعلومه اللي هو غير تكيفيه. ما عرفش يدمجهم، اللي هو انا ناجح وشاطر وكفء وبعرف اعمل حاجات كتير في شغلي وبستحق الثناء بس في كده معلومه جت في النص، قاعده المخ مش عارف يعمل لها معالجه، فما عرفش يكون شبكه الافكار دي كلها مع بعضها او شبكه الاحداث دي كلها مع بعضها في المخ. فالمخ هنا بقى بيعمل ايه، وده الناس كتير بتقعد توصفه في التروما زي ما حضرتك كده وصفتي. هو المخ عايز يهضم ده، يعني زي ما انا مثلا انا اكلت حاجه مش مظبوطه مثلا، فهو المخ الجسم الجهاز الهضمي عايز يهضمها، عايز يتصرف فيها يعني. تمام. فالمخ عشان عايز يهضمها ويعمل منها مجموعه من المعلومات متشابكه مع بعضها، كل شويه غصب عنه بيرجع لها تاني، يقوم راجع لها كده. الموقف اللي انت اتهنت فيه، الموقف اللي انت اخترت فيه غلط، هو عايز يرجع له عشان يعرف يعمل له بروسيسنج جوه نفس المعلومات او معالجه، انك انت مثلا شاطر بس غلطت، بس لما الموقف كل ما يكون تقيل عليه هو مش عارف يشوفه من ضمن المعلومات دي. فزي ما حضرتك كده وصفتي، هو يبدا بقى يتخزن في صور اخرى، يعني يبقى مثلا حاسه في جسمه، حاسه كمشاعر. يبقى هو مثلا وهو شغال عارف بالمنطق ان هو شاطر مثلا، بس يقول لك احساس ان انا فاشل. عارف بالمنطق ان هو ناجح، بس احساسه ان هو ما بيعرفش ينجز حاجه وهكذا. فهو ده بقى فكره يرجعنا للتعريف اللي حضرتك قلتيه يعني ككل، وهو ان التروما مش لازم يكون الحادث اللي هو بقى واحد توفى له شخص او شهد وفاه او لا. حادث زي ده هو هنا المخ لما ما عرفش يعمل له معالجه بقى مأثر عليه في حياته، يبقى قاعد ممكن يفتكره غصب عنه مثلا. تلاقي الشخص في احساس جاي لنا في الثيرابي او في الجلسات، انا والله عندي كذا كذا كذا، او تشتغل معاه بالسي بي تي، تشتغل معاه بالبرامج المعرفيه وغيره، تلاقي الفكره صلبه جدا وقويه جدا. هو عارف زيك، يعني زيك بالظبط كمعالج، عارف ايه الادله اللي ضدها وايه الادله اللي معاها، وعارف ان الادله اللي ضدها كتير جدا، وعارف الادله اللي معاها ضعيفه جدا. بس معلش بقى يا دكتور انا حاسس، يعني يا دكتوره لا انا برضو ما زلت حاسس كذا. يعني والله انا متفق معاك، كل اللي انت بتقوليه صح وكل اللي احنا وصلنا له 100% صح، بس انا برضو اول ما بتحط في اجتماع، اول ما بيطلب مني تاسك، اول حاجه بتيجي لمخي الموقف ده هيتكرر تاني، انت ما بتعرفش تنجز حاجه. تمام. حتى لو انا عملت 20 مره الحاجه دي ومره واحده لا، بس المره دي كانت فيها حموله شعوريه تقيله عليا، فانا مش هو ده اللي المخ قاعد يطلعه لي كل شويه، كجزء منه ان المخ ما عرفش يعمل له معالجه، وكجزء ان المخ من وقت للتاني كل شويه بيحاول يعمل له معالجه. صح كده؟ بيحاول يعيد معالجة، لأن هو يعني هي حاجة شبه المناعة كده. الفيروس لما المناعة لما بتشوف فيروس بتحاول طول الوقت تفضل تهاجمه عشان تحافظ علينا. المخ برضه بيعمل كده مع الذكريات اللي فيها
حمولة شعورية تقيلة فعلا، هو ما قدرش يعالجها في الموقف، فبيحاول يفضل يروح لها تاني عشان يعالجها، فيبدأ يحس بالأمان تاني وما يحسش بالتهديد اللي بيبقى موجود مع الذكرى دي. طيب، في ناس بتقول انتوا بتتكلموا عن صدمات، الصدمات النفسية، ايه اللي بيخلي المخ ما يعرفش يعمل المعالجة؟ ان الحدث يكون اكبر من قدرة المخ على معالجته. يعني في نفس الحدث يحصل لعلاج تعرف تعالجه، مخها يعرف يعالجه عادي، يجي لسعيد، سعيد ما يعرفش يعالجه. وطبعا بيبقى فيه عوامل تانية بقى، وراثة وجينات وغيره يعني. الصدمات بتورث على الدي ان ايه، بس ده موضوع طويل شوية. ماشي. اتفضل يا دكتور، كمل. معاك المايك. طيب، من الحاجات المهمة برضه في الاي ام دي ار، انه الناس يعني هو الاي ام دي ار تكنيك مش سهل، مش يعني لان هو بالنسبة لي مثلا بحب أشبهه دايما زي فيتامين سي كده. الفيتامين سي هو أنا باخده علشان وأنا عندي برد. ليه؟ لأنه هو هيشتغل على المناعة، فالمناعة اللي هي بشكل فطري هتهاجم الفيروس. نفس الفكرة الاي ام دي ار، هو بشكل يعني بيحاول يتارجت الفطرة اللي موجودة في المخ، ان هو اوريدي عايز يشفى، عايز يعني عايز يعالج الفكرة والتروما دي. هو بس الاي ام دي ار بيحاول يشجع ويعمل مابينج، يعمل زي خريطة للتعامل مع الصدمات دي. لكن كده كده هو بشكل فطري المخ معد لذلك. وبالتالي ففي ناس يعني بتتعامل مع الاي ام دي ار ده يا اما حاجه من الاثنين، يا اما هو حاجه زي حركه عين هتخلي البني ادم يشفى، او فده اللي هو ده سحر وشعوذه، او حد تاني يبقى قادر يعني يبقى جاي يلا بقى اعملوا لي حركه العين السريعه دي عشان اتشفي وابقى كويس. والحقيقه ان هو ده مصطلح مختزل جدا جدا من الاي ام دي ار، لانه الاي ام دي ار مش مجرد تكنيك احنا بنعمله، لكن هو شبه خريطة، شبه عدسة بنبص بيها على البني آدم. فصعب قوي اختزل بني آدم في إن هو تروما، كأنه كده تروما تضع البني آدم. البني آدم ده هو عبارة عن حاجات كتير جدا جدا جدا، عبارة عن طفولة، عن نمط تعلق هو تعلق به، عبارة عن موارد بيعرف يوصل لها، سواء موارد داخلية أو موارد خارجية، عبارة عن رؤيته لنفسه وفهمه لنفسه. فكل دي عوامل بنحتاج نفهمها، يعني بنحتاج نفهمها. فهو الاي ام دي ار بيحاول، هو بيفترض ان احنا الماضي يعني بيتكرر في الحاضر، هو مخاوفي في المستقبل. فانا لو انا مش قادر افهم البني ادم عباره عن ماضي وحاضر وماضي ومستقبل، مش هقدر اتعامل معاه، ولا هقدر اتعامل مع التروما. لان التروما هي جزء من كيان. لو ما عنديش إلمام بالكيان ده، ومش قادر أشوف الكيان ده، ومش قادر أتراحم مع الكيان ده، مش هعرف أمسك التروما لوحدها كده أعمل لها حركة عين سريعة، أو نعمل لها تكنيك الاي ام دي ار نفسه ونقول يلا نعالج التروما. وبالتالي ففي حاجات كتير جدا بتأثر على مدة العلاج، شكل العلاج، منها مثلا ان احنا نبقى قادرين نشوف هي اصلا انا ليه عايزه اعالج التروما دي؟ هو التروما دي ظاهره في الحاضر بتاعي ده ازاي؟ يعني مثلا لو رجعنا تاني للموظف اللي احنا جبناه، يعني حاولنا ناخده كمثال، فهو ممكن تكون الخطأ ده هو حصل وعدى عليه سنين، بس هو مثلا استيل ايده بتترعش اول ما يبدأ يحصل يتكلف بتاسك جديدة، أو هو مش قادر يفهم ده بيحصل ليه. ممكن يكون أصلا نسي الموقف، مش قادر يفتكره، بس هو ستيل بيحس بأعراض في حاجة بتحصل. ممكن يكون عصبي جدا، ممكن يكون عنده مخاوف وقلق كتير بشأن الشغل مش موجود في باقي حياته. كل دي عوامل بتقول لنا إنه في حاجة هنا محتاجين ندور وراها. حتى
لو الكلاينت نفسه اوقات ما بيبقاش فاكر، اوقات اصلا المخ بينسينا الذكرى الصدميه دي عشان يحافظ علينا، واوقات تانية بيبقى اللي هو معقول ده يعمل فيا كده؟ الموقف عدى، الموقف اوريدي خلص. ايوه الموقف عدى اوريدي خلص، بس المعنى الموجود معاك من ورا الموقف ده ستيل مكمل، وستيل ظاهر في الأعراض الحالية. وبالتالي فما نقدرش نختزل التروما في ان هي حد جاي يقول لي انا عندي تروما او اضطراب قلب ما بعد الصدمه. هي التروما موجوده، ممكن نشوفها في الاكتئاب، ممكن نشوفها في القلق، ممكن نشوفها في نوبات الهلع، ممكن فاحنا بنشوفها في حاجات كتير غير اضطراب قلب ما بعد الصدمه يعني. فهي حتى في مشاكل العلاقات، حتى في اضطراب الهوية، أو إن أنا بحس مش عارف أنا مين. كل ده بيعكس تروما بشكل معين. يعني مش عارف أثق في نفسي، أو مش عارف آه، إحساسي عن نفسي عامل إزاي. كل دي حاجات قد تكون في الأغلب هي ناتجة عن تروما، بس أنا مش قادر أعمل لها لينك بالتروما. وبالتالي ففهم الأعراض كويس جدا، فهم اللي بيحصل لي، فهم التريجرز أو المحفزات، لما بيحصل إيه أنا بيحصل لي إيه. ده جزء مهم جدا 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 من فهمنا لنفسنا وقدرتنا على التغيير، لأنه من هنا بيبدأ إن إحنا نبدأ نتارجت التغيير. أنا الصورة ثبتت عندي، مش عارفة تمام. ده مشكلة. لا، انا شايف الصوت كويس. تمام. طيب، عشان الأسئلة، بس كده نوضح للناس حاجة، يعني ايه ان شاء الله تكون توصل بشكل بسيط. اضطراب كربة ما بعد الصدمة اللي هو الكبير ده ببساطة طبقا للديس ام 5. المتخصص ممكن يفهم ممكن من الديس ام 5 اكتر يعني، او ده التصنيف الامريكي. هو بيتكلم ان الصدمات هي الحاجات الكبيره، الاحداث الكبيره جدا اللي بتقع في حياه الشخص، سواء هو حصلت له بشكل مباشر او كان شاهد عليها. تمام. زي مثلا حاجات اذى جسدي، اذى جنسي، وفيات او غيره. او مثلا وكلاء النيابه او القضاه لما بيحضروا مثلا حاجات فيها قتل او كده، ده برضه ممكن يسبب صدمه. فالصدمه هنا ان هو حدث المخ من الوقت للتاني بيحاول يعمل له معالجه، فبيظهر يا الا صوره فلاش باك فجاه كده، بحيث ان انا في الحدث نفسه، او افكار تفضل تخش جوه دماغي كانها غصب عني. فجاه بقى قاعد بتكلم دلوقتي مثلا مع دكتور علاء، وفجاه الاقي الموضوع بيزن على دماغي فجاه كل من وقت للتاني. واوقات بيظهر في صور الكوابيس، يعني تلاقي ان الموضوع ده انت بتحلم بيه او بحاجه معناه او شبهه اكتر من مره، وبناء عليه انت بتحاول من وقت للتاني تتجنب الحدث ده، تتجنب اي شيء له علاقه بيه، سواء كان المكان او صوت او ريحه او اي حاجه ممكن تحفز الحواس الخمسه ليها علاقه بالحدث ده. وبيكون طبعا مع بعض من الاعراض التانيه. الاعراض دي بنسميها يا الا الجسم بيكون في حاله من النشاط المفرط شويه، او المخ نفسه مش الجسم، يعني الواحد يحس ان هو في حاله شديده مثلا من القلق، في حاله من التحسس الزائد وملاحظ كل حاجه حواليه. او العكس، يحس في اوقات ان هو كده ايه، كانه مخه بيعمل له شت داون، او كانه مخه بيفصل. تمام. ده برضه عشان الناس تبقى فاهمه معنى كلمه كرر مع بعض الصدمه. لكن الام دي ار كمدرسه، وطبعا احنا برضه ليه اخترنا الام دي ار تحديدا، لان طبقا لكل الابحاث دلوقتي اللي موجوده، مش معنى كلمه كل بمعنى كل يعني، او الابحاث اللي احنا معتمده من المؤسسات الدوليه، فرقم واحد في علاج الصدمات حاليا هو الاي ام دي ار، يليه السي بي تي فوكس تروما، تمام، يليه البرولونجد اكسبوجر. هم دول الثلاث مدارس الرئيسيه اللي بتعالج الصدمات دلوقتي. تمام. طيب الصدمات دكتور علاء بتوضح لنا نقطة، إن هي مش بس الشخص يبقى عنده صدمة لما يكون عنده كربة بعد الصدمة. لا، أنا ممكن أشتغل مع الشخص اللي هو عنده اضطراب قلق، أو عنده نوبات هلع، أو عنده اكتئاب أو غيره، ويطلع الحدث اللي كان عامل لي المشكلة دي كلها هي صدمة أو مشكلة تعرض لها مخه ما عرفش يعمل لها معالجة بشكل كويس. دكتورة برضو وضحت نقطة مهمة، وهي نقطة إن ودي بقى من اكبر، يعني ناس كتير بتسال كان في الاسئله إيه الغلطات اللي ممكن تحصل في علاج الصدمات. فدكتوره وضحت نقطه، انا دلوقتي دكتوره جالها سعيد، فمش بتعالج اللي هو سعيد اللي هو ايه، انا هاخد منك النهارده الهيستوري
واعرف مثلا النهارده جلستك اول مره اخد منك معلومات، تاني جلسه معلومات، يلا بسم الله الرحمن الرحيم نفتكر الصدمه ويلا نعمل معالجه. لا، الموضوع مش كده خالص. لازم الجلسات ديت يسبقها جلسات بيتعلم فيها الشخص ازاي يهدي نفسه بتمارين معينه. بعد كده بنبدا نعمل جلسات تانية بيبقى الغرض منها ان احنا نوصل للموارد التكيفيه اللي قلنا عليها، او الاحداث اللي الشخص طالع منها بافكار ايجابيه عن نفسه وعن الحياه. ثم بعد ذلك نبدأ بقى نشتغل على الصدمة، لأن أنا في الأول وفي الآخر بشتغل مع بني آدم. الغرض من الام دي ار إن هو يربط الأحداث اللي ما كانش عارف يعمل لها معالجة ديت بالأحداث الإيجابية اللي موجودة عنده. فهو رقم واحد بيقلل الحساسية بتاعة الحدث نفسه. يعني إيه؟ يعني حد تعرض زي ما قلنا كده، الموظف مثلا لموقف، فالموقف ده عنده حمولة شعورية عالية منه، ان انا فاشل او ومشاعر بقى تقيل وغضب او خزي او عرب ايا كان. فرقم واحد في الام دي ار هو بيقلل شدة المشاعر دي، ودي معنى كلمة ديسنسايز، يعني هو بيقلل حساسيته للموقف. رقم اتنين يبدأ بقى يعمل له معالجة ويربطه بالأحداث التانية اللي هي مرت عليه في حياته، فيدرك إن هو يعني أنا مثلا كنت كويس جدا في حاجات وأخطأت في حاجات، فيبص للحدث هنا من المنظور الطبيعي. اما الخطا الغالب اللي بيحصل ناس كتيره جدا في الاي ام دي ار، وعشان كده تلاقي ناس كتيره تقول لك لا ده انا جربته كان صعب جدا وكان سلبي جدا والكلام ده، هو اللي دايما بيحصل وبشوفه كتير فكره تعالى النهارده هناخد منك الداتا، انت تعالى بقى صدماتك واحد اتنين تلاته، يلا هنبدا نشتغل على طول. فساعتها المخ بيعمل ايه؟ بندخل جوه ذاكره صعبه قوي وهو لسه ما هيأش ولا كبرنا الذاكره الايجابيه اللي هيروح يشبك فيها او يربط فيها. صح كده يا دكتوره؟ لا. أو بيبقى ما عندوش حاجة يقف عليها، ما عندوش حاجة يتسند عليها. يعني عاملة بالظبط زي أنا استخدمت فيتامين سي فحد ما عندوش مناعة. فهو مش هيعمل حاجة، بالعكس ممكن أوقات الاستعجال ده يعمل ري تروماتيزيشن أو يدخل الإنسان نفسه في صدمة تاني. لأن هو أصلا هي حصلت ليه؟ حصلت لأنه أنا ما عنديش قدرة على تحملها، فانا ما زودتش قدرتي على الاحتمال ورحت تاني لنفس الحدث تاني. فهي بنفس القدره، فهيحصل كانها اعاده للصدمه تاني. ده بيبقى شيء قاسي وتقيل. بالاضافه لانه يعني من ضمن الاسئله اللي شفتها إن هو طب ده ياخد مده قد ايه، او ده ياخد وقت قد ايه، او ممكن نعمل ده في مده قد ايه. برضو دي حاجة متغيرة جدا. ليه؟ لأنه هو على مدى قدرتي على الاحتمال ده، بالإضافة لأنه مدى قدرتي للوصول للموارد الداخلية بتاعتي، الموارد الخارجية بتاعتي، مدى صحة مناعتي النفسية هنا اللي تساعدني أقدر أروح أعالج الصدمة تاني وأنا لسه محتفظ ببعض الاستقرار النفسي وبعض التحمل النفسي. لأنه لو أنا مش قادر أعمل ده نحتاج قبلها مراحل إعداد، وأوقات مراحل الإعداد دي بتبقى محتاجينها بشكل كبير، وأوقات بتبقى هي الأصعب. لأنه إحنا عايزين نوصل للشبكة التكيفية الموجودة جوه ذهننا، عايزين نقدر نستغل الموارد اللي جوانا، عايزين نقدر نرجع تاني يعني نستغل القدرة الإنسانية اللي موجودة جوانا. وعشان ده يحصل، ده أوقات بنحتاج نقضي فيه وقت قبل ما ندخل لإعادة لإزالة التحسس أو التفريغ الانفعالي، إزالة التحسس، أو ده محتاج يتعمل بشكل مقنن جدا، بشكل فيه نوع من أنواع التراحم أكتر يعني. آه، فده من ضمن الأسئلة اللي أنا افتكرتها. هو برضه دلوقتي حد ندى بتسأل بس برضه يعني، او بس رينج برضه مدة قد ايه؟ طيب عشان نوضح النقطة ديت، الموضوع بيختلف من شخص لآخر. بمعنى اولا الحدث نفسه قوته كانت قد ايه؟ شدته كانت قد ايه؟ معناه اصلا كان الشخص كان معناه للشخص كان عامل ازاي؟ رقم اتنين الشخص ده مناعته النفسية او المعلومات التكيفية اللي عنده شكلها نفسها برضه عاملة ازاي؟ تمام. يعني مثلا ما يكون شخص عنده 20 موقف زي ما قلنا كده، الموظف اللي قلنا عليه ان هو انسان ناجح، في موقف واحد صعب اتعرض له ان هو موظف فاشل، غير لما يكون عنده 15 موقف
ان هو نجح وخمس مواقف ان هو فاشل، غير ان هو عنده 10 ناجح و10 فاشل، غير عنده خمسه ناجح و15 ان هو موقف ان هو تعرض فيه لمعنى الفشل. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو، الاحداث ممكن تبقى قديمه قوي في بعض الناس. يعني في حد تيجي تشتغل معاه، هو الحدث اللي فاكره هو الحدث اللي هو من سنه او من سنتين، تيجي تشتغل معاه تلاقي الاحداث رجع ورا خالص، تلاقي في حدث عنده هو عنده 5 سنين، هو عنده 7 سنين، هو عنده 10 سنين. فطبعا كل ما الحدث ده بيكون ابعد شويه، كل ما بيكون جذوره اعمق، بس ده ممكن يزود المده شويه. فهو مفيش رينج محدد يعني من خلال، يعني مثلا ممكن حضرتك دكتوره لا برضه تقول لنا الرينج اللي شفتيه قبل كده. يعني ممكن ناس قبل كده خدوا عدد مثلا قد ايه، وخد ناس تانية خدوا عدد قد ايه معاكي عشان يحسوا بتحسن، سواء مثلا حدث محدد او مجموعه من الاحداث. في الأحداث المحددة أنا بشوف استجابة سريعة جدا ويعني وعظيمة جدا. الحقيقة إن هي بالنسبة لي مبهرة أكتر من كل المدارس العلاجية اللي أنا شفتها. يعني الحمد لله بشتغل عدد من المدارس العلاجية، بس هي هو الاي ام زي ار في الجزء ده يعني رهيب جدا. يعني فانا شفت ناس اتحسنت على يعني رينج 4 شهور 6 شهور. طبعا من يعني طبعا خلينا نتفق ان احنا يعني نادرا قوي لما نلاقي حد جاي يقول هي صدمة واحدة وهي حاجة واحدة اللي موجودة. في الأغلب هي الصدمة دي بيبقى في وراها صدمات، حتى وإن كان مش فاكرها أو مش قادر يلينك إن الصدمات دي ليها علاقة. لكن استيل، لا لما حد يجي بيبقى قادر يبقى يستند للموارد التكيفية اللي جواه، حتى لو عدد الصدمات مش قليل، حتى عدد المواقف اللي حابب يشتغل عليها مش قليل. في الأغلب بتبقى المعالجة سريعة جدا. بيكون الفيصل كله بيكون في مدى قدرته على التكيف في اللحظات الحالية. يعني أنا قادر دلوقتي مانج، أنا فانكشنينج، أنا شغال، أنا كويس، بس في إحساس داخلي أنا مش عايزة أتعامل معاه. ساعتها المعالجة بتبقى سريعة جدا. في يعني أنا يعني في ناس يعني اشتغلت معاهم 4 شهور، في ناس اشتغلت معاهم 6 شهور. في حاجات تانية بقى بتبقى لينكد للطفولة أكتر، بتبقى حاجات مبنية على حاجات مبنية على حاجات. في الأغلب بيشوفوا تحسن برضو، لأن إحنا ستيل بنشتغل على الموارد، فده ستيل شغل. فالتحسن بيبقى موجود، وإن كان المعالجة التامة بتاخد وقت أطول من كده، خصوصا لو ليها جذور في الطفولة. ونقطة دايما برضو مهمة بقولها للناس، يعني أنا متفهم جدا إن أي حد في الدنيا عنده مشكلة محتاج إن هو يخف منها بسرعة، ده طبيعي جدا، ومحتاج إن هي ما تبقاش معطلة لفترة طويلة. لكن الاستعجال بالذات في التروما بيبقى مؤذي شوية. ليه؟ لأن زي ما الدكتورة لسه شرحت كده، أنت ممكن أنا بالعلاج ده أعمل لك إعادة معايشة. وأنا هقول مثال حصل معايا مثلا في التدريب. يعني أنا كنت في التدريب بنتدرب مع بعض، فلسبب ما كان احد التدريبات اللي انا حضرت اكتر من مره يعني، فحصل كده نقدر نقول اللي كان بيعمل التدريب فجاه وقف في النص، لسبب ما عرفناش نكمل. انا فضلت تقريبا لمده اسبوع او 10 ايام حاسس بغضب شديد جدا، ورغم ان انا بتكلم مثلا عن انا شخص معالج، والحدث اصلا بالنسبه لي كده اللي هو ايه، اختاروا حدث خفيف واخترت حدث خفيف، يعني ما اختارش حدث اللي هو يعني مش تروما بالنسبه لي يعني. بس فكره ان انا دخلت في شبكه معينه عندي من المعلومات في مخي وما كملتهاش، وما كنتش انا خدت بالي بقى ده 3 4 ايام انا ليه غضبان كده. يعني انا قاعد كده، هو انا ليه طول الوقت قاعد متنرفز ودي مش طبيعتي. اكتشفت لما جيت اللي حصل، الحاجه الوحيده اللي حصلت غريبه في هذا الاسبوع هو ان انا اشتغلت على حاجه وما كملتهاش. تمام. ف- فده يحصل لشخص هو مستقر وبيختار حدث بالنسبه له بسيط، ما بالك لما يكون بقى الشخص بيختار حدث كبير. وفي مره في تدريب تاني كنت بعمل مع زميلي عادي، فهو ايه، اختار موقف مثلا يبقى انزعاجك منه مثلا 3 او 4 بالكثير من 10. فانا شغال مع زميلي فجاه لقيته بيقول لي لا ده انا يعني كنا بنتكلم عن موقف مثلا سنتين في شغله، لا ده استنى ده انا رجعت موقف في الجامعه، ده انا رجعت موقف وانا عندي 15 سنه، اللي هو حتى احنا كنا ايه يا جماعه المشرفين فين يلحقونا. فالاستعجال مش حاجه كويسه في الصدمات، بالعكس ان الهدوء، وان انا زي ما ريهام كده كاتبه ان احنا بنخلق ذكريات ايجابيه كانها قاعده بتسند الشخص. هو انا دلوقتي رايح
زي بالظبط لما تروح حضرتك تيجي تعمل عمليه جراحيه، الدكتور بيعمل ايه بتاع الجراحه؟ هو الاول بيتاكد ان صوره الدم سليم، وانك انت مش عندك انيميا، وانك انت الصفائح الدمويه كويس، وان السيوله بتاعت الدم كويس، وان القلب سليم، وان كل ده ليه؟ عشان هو هيعمل عمليه. فهو لازم يتاكد ان بتاع التخدير لما يشتغل مش هيعمل لك مشكله، وان هو لما يفتح حاجه في جسمك مش هيعمل مشكله. هو ده نفس اللي احنا بنعتمده برضه في الاي ام دي ار، ان احنا قبل ما ندخل نفتح الجراحة بتاعتنا لازم نوصل بالشخص من الموارد ومن الشغل ومن الاستقرار ان هو يكون قادر يشتغل على ده. فمثلا في الصدمات الجنسيه الشديده او كده اللي ساعات ممكن تبقى بتحصل لا قدر الله من افراد الاسره كمان، ممكن الشخص يقعد فتره طويله مثلا في جروبات مثلا دي بي تي، او يشتغل بمدارس علاجيه تانيه خالص، على ما الشخص يبقى مهيأ ان هو يقدر يشتغل على الصدمه دي. تمام كده يا دكتوره؟ لا. بالظبط. وكل ما كنا قادرين نفهم اصلا ايه يعني الصدمه دي عامله فيا ايه، وقادر اوصل لاستقرار في اللحظه الحاليه، كل ما قدرت اعالج الصدمه دي بسلام وبهدوء وبشكل يعني على ذكرك للتدريب، انا فاكره ان من ضمن الحاجات اللي كانت بتتعرض في التدريب بالنسبه لنا هو يعني بعض العملاء للمدربه اللي كانت بتدربنا، فقد ايه العميل وهو اصلا بيعمل تجربه ازاله التحسس ده هو قادر يفهم كل حاجه جايه منين. ففهمه العميق لنفسه ده هو اللي بيثري التجربه، هو اللي بيخلينا نرجع نعرف نعالج ده. لكن لو انا دلوقتي متلخبط، مش قادر، مش عارف اسيطر على الاعراض اللي بتحصل، مش عارف اوصل لاستقرار نفسي يخليني هادي ومستقر، مش هعرف. ولو طبعا جزئيا، يعني ولو جزئيا، لان كده كده هتفضل التروما موجوده، لكن ولو جزئيا مش هعرف ارجع للتجربه الصدميه واعمل ازاله التحسس بشكل اساسي. صحيح. وانا تفتكر كان اخر مره حضرنا مع دكتوره تمره قالت كده جمله ما علقت في دماغي، ان المعلومات التكيفيه التي لا تستخدم تضمر. زيها زي فكره اللي هو اي عضو انت لا تستخدمه على مدار السنوات يبدا يحصل فيه ضمور، هو نفس الكلام بالنسبه للمعلومات التكيفيه. ودي برضه للاسف من مشاكل الصدمه اللي بتحصل مع الناس، ان هو نتيجه مروره بمواقف معينه بيتكون عن نفسه افكار سلبيه، والافكار السلبيه بيبقى معاها مشاعر تقيله سلبيه، والمشاعر والافكار دي بيتجمعوا مع بعض ويبداوا بقى يبقى عامل زي الملقاط اللي بيلقط بيه اي حاجه سلبيه عن نفسه. فانت برضو جزء من التحضير انك انت بتحاول تجيب بقى المعلومات اللي هي ما اقدرش اقول حصل لها ضمور، بس حصل لها اختفاء بشكل ما، وانت قاعد بتصحها له تاني المعلومات الايجابيه دي عشان تقدر تروح تعمل معالجة للحدث ده، فيبدأ مخه يكون شبكة كويسة كده. خلاص بقى الحدث ده هو جزء من، نقدر نقول التايم لاين، او بقى خلاص قادر نحطه على الخط. مش حادث كل شوية ايه يطلع له في الخلفية كده: انت فاشل، انت مش شاطر، انت شكلك وحش، انت محدش بيطيقك، انت مش محبوب، وهكذا. طيب سؤال رخم شوية يا دكتورة، لا معلش يعني بترخم عليكي بما انك يعني معانا النهاردة. دلوقتي في ناس يقول لك هو يعني ايه اصلا واحد ما يكونش فاكر حدث وهو مأثر عليه؟ فالناس كتير بتسأل. فمن خلال تجاربك في الشغل، طبعا احنا كلنا مش بنوعي قصدي بلها، كانت ايه تجربتك مع ده؟ ان هل فعلا قابلتي قبل كده حد وانت شغاله معاه تكتشفي ان هو في حدث موجود هو اصلا ما كانش فاكره وما كانش على باله، وطلع هو مرتبط ارتباط وثيق جدا بالفكره او المشاعر اللي عنده دلوقتي؟ طبعا ده الاصل، ده الأصل. يعني هو في تجربة الاي ام دي ار، أو في رحلة الاي ام دي ار، احنا بنبقى شبه اللي راكبين في قطر. فاللي راكب في القطر ده شبه متقطع، هيشوف ايه من الشباك، يعني عارف المشاهد لا، بس مش عارفها، مش حافظها، مش شايفها وعارف في ايه فين كل لحظة. فهي بتبقى أشبه بالرحلة اللي احنا بنيجي نبص من الشباك ده، ونبقى عارفين ان احنا كده كده هنشوف حاجات احنا مش عارفينها، مش فاكرينها، مش قادرين نشوف انها لينكد او ليها علاقه
احنا بنتكلم فيه. لكن من كتر ما هي شبكه، هي شبكه جوه ذهننا، هي عامله كده، فهي متداخله اكثر من قدرتنا على ان احنا نعرف هي ايه او بتاع. يعني مش كلها في وعينا، او مش كلها احنا قادرين نشوفها ونرسمها بشكل اساسي، فهي موجوده جوه ذهننا كده متداخله. فبالتبعية لما هنيجي نركب قطر الاي ام دي ار ده، ذكرى خط ذكرى وخط ذكرى هيبقوا موجودين. طبعا ما بيبقاش بالشكل ده، عشان كده كنا بنقول ضروري جدا يبقى في اعداد منظم جدا جدا في الجزء ده، لانه اكيد هنفتكر ذكريات. انه احنا زي ما اتفقنا، هو المخ اصلا ليه سمى دي صدمه؟ لان او ليه بنسمي دي صدمه؟ لان المخ ما عرفش يتعامل معاها. طب المخ ما عرفش يتعامل معاها، بيحاول يحميني منها، بيحاول يحميني جزء من حمايته انها يسقطها من الوعي، انه خلينا ما نعرفش نشوفها. لو انا الحته دي بتوجع في الاغلب، ممكن أشتت نفسي عنها فألمها يخف. زي ما بنشوف مثلا إن إحنا ممكن لو في حاجة بتوجعني اتفرجت على التلفزيون، لا لو حاجة في جسمي بتوجعني واتفرجت على التلفزيون، ممكن انتباهي يتشتت شوية عن الألم ده. المخ برضو بيحاول يعمل ده عشان يحمينا من ألم الصدمة دي. فلما بيحاول يحمينا من الألم ده، بيظهر يعني بتسقط من الذاكرة، بتسقط من الوعي، مش بتسقط من الذاكرة، بتسقط من الوعي. فمبقاش فاكرها، لأن مخي بيحاول يحميني منها. بس وأعصابي نفسها فاكراها، جسمي نفسه فاكرها، زي ما الجسد لا ينسى. انا مش عارف، هي الصوره متوقفه شويه عندي. هو الصوت يا جماعه بالنسبه للناس اللي في اللايف واضح؟ والصوره يعني لو حد كده يقول لنا في اللايف اللي سامعينا، الصوت والصوره وضعهم ايه؟ مين واضح ليكم، مين مش واضح ليكم؟ الصوت والصوره راحوا. راحوا من عندي. اه مش عارف، هو انت أنت الشبكه مش عندك سامعني صح؟ مديالي واحد بس من ثلاثه من عندك. مش عارف برضه انا عندنا انا كمان ولا لا. اه طيب طب انتوا شايفيني انا صوتي واضح وصورتي واضحه ليكم ولا لا؟ على ما دكتوره لا تظبط اللي عندها. الاتنين وقفوا. دكتور سعيد. تمام. انا كده بالنسبه لي صورتي كانت. نشوف. سامعني؟ انا سامعك اه. طيب تمام ماشي. هو بيقولوا بس الصوت كان عندي بيقطع شويه. طب لو حضرتك بس تعيدي اخر نقطه قلتيها. يعني انت يا دكتور سعيد كنت بتسألني انه ازاي، هل اذا كنت شفت إنه بني ادم ممكن يفتكر حاجات هو فعلا مش قادر، ما كانش فاكرها اثناء ازاله التحسس واعاده المعالجه. فبقول ان ده الاصل اصلا، انه انه هفتكر حاجات انا ما كنتش فاكرها، ما كنتش متخيل انها ليها علاقه. يعني ذكرى انا مش متخيل انها موجوده معايا، لكن هي ستيل مخزنه في نفس الجزء اللي التروما دي مخزنه معاه. وبالتالي فلما باجي اركب قطر الاي ام دي ار بشوفها مع الاجزاء اللي انا بشوفها، بتظهر معايا من الشباك، زي ما بتظهر بالظبط الذكريات بتاعت التروما اللي انا اصلا ماسكها، ان هي معايا. عشان كده بنقول ان كل ما كنا أخدنا ده وفهمناه أكتر في مراحل الإعداد، كل ما ده سهل علينا إنه ما يحصلش حاجات فجائية أثناء إزالة التحسس وإعادة المرض. وكنت بقول إنه ليه ده بيحصل؟ لأنه التروما هي أكبر من قدرتي على التحمل. فحاجة أكبر من قدرتي على التحمل، الذهن هيحاول يتعامل مع ده، مش هيسيبها خلاص هي تروما خلاص ودينا بالأمر الواقع، هيحاول يعمل حاجة.
فمن ضمن الحاجات اللي بيحاول يعملها هو إنه ينسينا ده، يسقطها من الوعي، يحاول يشتتنا عن وجودها عشان ما نحسش بألمها، لأن ألمها بيكون ألم غير محتمل، أنا مش قادرة أتحمله، فهيميل إن هو يحميني منه. وبالتالي آه، آه، ممكن أنسى أجزاء كبيرة منها، أو أحس إنها بلورد كده شوية، أو مشتت عنها، مش ظاهرالي قوي. لكن لما بنركب قطر الEMDR، أوقات بنشوفها أو بنشوف مشاهد منها، وبيبقى ده أوقات كتير مفيد أصلا. يعني ده في الأصل بيبقى مفيد لو إحنا عاملين الإعداد كويس، فإني أفتكر حاجات ما كنتش فاكرها، ده في الأغلب بيبقى مفيد للعملية العلاجية، مش مضر. تمام، جميل، ماشي. هي برضه صوتك بقى واضح بس الصورة أظن مقطعة شوية. أنت ممكن تأكدي لو في أجهزة أكتر من جهاز مثلا مفتوح على الواي فاي، بيفرق شوية. لوحدها. طيب، هي دكتور لقيانة برضه كتوضيح تاني، احنا بنتكلم إن مخنا في الأول وفي الآخر هو عنده مناعة. يعني زي ما الجسم بالظبط عنده مناعة، فالمخ هو كمان عنده مناعة. أحد الطرق المناعية للأحداث التقيلة اللي احنا بنمر بيها هو إن المخ يحاول يعمل تغطية على الحدث أو يدفن الحدث بشكل أدق يعني. وده أظن إن إحنا معظمنا مر بيه. يعني ممكن مثلا وأنا كتبته قبل كده إن أنا مثلا لما مريت بتجربة وفاة والد الله يرحمه، قعدت فترة كده المعلومات بتقع مني بسهولة، في حاجات كتيرة بنساها بسهولة. في ناس تلاقي مثلا لا ناسي اليوم على بعضه، وناسي يومين ثلاثة حواليه. فالجزء ده طبيعي من مناعة مخنا إن هو يجي عند حدث معين يقوم دفنه، يبعده عن الوعي، مش يلغيه من الذاكرة. هي الفكرة بقى، النقطة المهمة هنا اللي لازم الناس تبقى عارفاها كويس، إن مفيش حدث بيمحى من الذاكرة. هو الحدث يسيب الوعي ويروح لحتة تانية في الذاكرة اسمها الذاكرة الضمنية، اللي هو زي ما الدكتورة قالت كده، اللي هو الجسم ما ينساهاش. جسمك بقى يحسها في كتفك، يحسها في بطنك، يحسها في قبض صدرك، يحسها في وجع رجلك، في زغلة عينك، يحسها بأي بطريقة كانت يعني. لكن الأحداث لا تمحى، إنما جزء من المناعة إن المخ يحاول ينسى. فبالتالي كتير أي حد بيشتغل EMDR هيلاحظ إن هو ممكن مثلا المريض إحنا بادئين معاه من جلسة معينة، من نقطة معينة، نفاجئ إن هو إيه ده الحدث. آه، انا ظهر له دلوقتي حدث انا ما كنتش فاكره خالص. انا عمر ما جالش على بالي من سنين. هو مش معنى كده الحدث ما حصلش، يعني هو مخه مش ألفه، لا، هو الحدث موجود، والمخ هو بيدفن مجموعة من الأحداث، دفن الحدث ده. فلما دخلنا في شبكة الذاكرة بدأ كل الحاجات المرتبطة تطلع على السطح. وده حتى احنا ممكن حتى لو شرحنا للناس بصورة أسهل بكتير، معظمنا يا جماعة كده لما بيمر بحدث محزن عليه ممكن يلاقي نفسه بيفتكر أحداث محزنة شبه، بس ببساطة هو قاعد كده عادي من غير بقى ما يعمل حركة عينه، من غير ما يعمل تقنية يدخل فيها الذاكرة. ممكن واحد مثلا يشوف مثلا يمتحن امتحان يبقى صعب، يقوم فاكر أكتر من امتحان صعب مر عليه. يدخل امتحان شفوي مثلا يحس فيه بأن هو ما عملش حاجة، يلاقي مخه بيفتكر امتحان من 3 4 سنين برضه بنفس الشكل ونفس الهيئه. دي طبيعه المخ، ان هو الاحداث بتبقى متربطه في نفس الشبكه اللي ليها علاقه ببعض، بتبقى متربطه في نفس الشبكه. وفي يعني ابحاث بتقول ان الشبكات دي لو احنا يعني عملناها كشريط قطر ممكن توصل لتريليونات الكيلومترات من المساحه يعني. ممكن يحصل الاثنين لنفس الشخص في موقفين. ما فهمتش يعني يحصل الاثنين اللي هو ايه؟ ما فهمتش السؤال قوي. في حاجه تانية يا دكتوره لا كانت كنت حابه تقوليها، او حاجه من الاسئله اللي كانت على اللي فاتوا من الأسئلة اللي قبل كده؟ والله يا دكتور سعيد، الأسئلة مش قدامي، لا قصدي لكن حاجة عايزة تقوليها تانية دلوقتي؟ من ضمن الحاجات المهمة اللي بشوفها كتير، ويعني وبحب جدا جدا إن يكون في وعي ليها، هو إنه يعني إحنا كلنا طبعا لما وعينا بيزيد يعني إيه تروما، وإنه التروما دي شيء مهم يعني. بنبدأ نيجي نقول أوكي ماشي، أنا بتكلم، أنا عندي ذكريات طفولة، أنا عندي شيء صعب وقاسي مريت بيه، بس على فكرة عادي، بس على فكرة ما هي عدت،
ما هو انا دلوقتي كويس، ما هو انا مفيش حاجه، خصوصا مع ذكريات الطفوله. ذكريات الطفوله كمان كتير. فلما نيجي نسال، لما نيجي ندور، هنلاقي انه اوقات مثلا بيحصل طيب تعالى نشوف مثلا انت انت تركيزك عامل ايه. لا والله انا تركيزي ضايع، وبحس مثلا بيقولوا عليا ان انا ADHD، او ان انا عندي اضطراب في فرط الحركة وتشتت الانتباه. طيب تعالى نشوف علاقاتك مثلا. لا، هي العلاقات مضطربة، أنا بحس إن أنا لوحدي، أو بحس إن أنا مش فاهم نفسي من خلال العلاقات. أنا بحس إن أنا بنسى كتير، بحس إن أنا بحس إن أنا زي ما أكون مشتت عن نفسي، أو زي ما أكون مش زي ما أكون مش قادر أحس إن الحاجات بتحصل لي، إني أكون حاسس بالمشاعر فعلا، إني أكون قادر أفهم يعني لو حاجة بتزعل فأزعل فعلا، لو حاجة بتفرح فأفرح فعلا. بحس كأن العالم بيحصل وأنا يعني وأنا قاعد على الكنبة بتفرج عليه كده. فكل دي من ضمن الأعراض اللي هي مش ADHD. يعني في الأغلب الموضوع ده بيبقى اوفر diagnosed، يعني او بيتم تشخيصه بشكل صعب، بس دي من ضمن اهم الرياكشنز اللي بتحصل على التروما. يعني من ضمن اهم الحاجات اللي بتحصل على التروما، خصوصا في ذكريات الطفوله. لان آه، يعني الذهن لو هيميل ان هو يبعد نفسه، يحمي نفسه عن الذكريات المؤلمه، فواحده واحده بيحمي نفسه لدرجه ان بيحصل حاجه شبه التفكك، فبتسمى اعراض الانفصال او اعراض التفكك. اعراض التفكك دي ان انا حاسس عادي بس انا مش عادي. انا لما بفتكر الحاجات دي مش بدي رياكشن، بس انا مش فاهم انها مأثرة عليا في اللحظة الحالية. فزي ما اكون بتفكك بعيدة عن الصدمة دي عشان ما افتكرهاش، عشان هي تقيلة عليا. بس بالتبعية بتفكك عن اللي بيحصل في اللحظة الحالية، فانا مش قادر ابقى مركز في اللحظة الحالية، مش قادر ابقى عارف اللي بيحصل في اللحظة الحالية، مش قادر احس بنفسي في اللحظة الحالية. بالتالي مش قادر يبقى علاقتي بنفسي كويسة، ولا علاقاتي باللي حواليا كويسة. كل ده بيحصل في الكونتنت بتاع التروما، كرياكشن من التروما، أعراض التروماز معقدة بقى أكتر، لكن كأنها أعراض تفكك. بنسميها أعراض تفكك صامتة كده. والأوقات كتير جدا جدا بيجوا يعني بيبقوا في الأغلب شاكين إن هم ADHD، شاكين إن أنا هنا عندي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. هو ما بيبقاش كده، على قد ما هو بيبقى رياكشن أو أعراض انفصام بتبقى حاصلة من الترومز المعقدة وترومات الطفولة أكتر. فده جزء مهم، شوف كتير. طيب يعني جميل جدا. أظن إن يعني قلنا النقاط الأساسية. طبعا بقى الصدمات المعقدة والانفصال ده قصة بقى تانية، ما زلنا احنا شغالين فيها برضه. موضوع صعب شوية وطويل. إيه، في حاجة تانية حابة تضيفيها أو حابة تقوليها؟ يعني أظن إن احنا غطينا موضوع. طيب في أي بس هي النصيحة العامة اللي أنا أحب أقولها، يعني لو إحنا بنتكلم عن حاجة هي متخصصة جدا، ومهم جدا إن أنت تكون يعني لما تروح تفتحها مع متخصص، ومش أي متخصص، متخصص متدرب خاضع للإشراف. لكن آه، لكن لو أنا محتاجة أعمل حاجة فيما يخص التروما، فأنا محتاج أركز على بناء دلوقتي لحظات مختلفة بره الكونتكست بتاع التروما، بره شنطة التروما. فكأني محتاجة أركز على اللحظة الحالية، أركز على أماني في اللحظة الحالية، أركز على مواردي في اللحظة الحالية، أركز حتى على اليقظة. فمن ضمن أهم الحاجات اللي أنا بنصح بيها بشكل عام هي فكرة إني أحاول أكون grounded، أحاول أكون متيقظ للي بيحصل دلوقتي، وأكون هنا والآن. كل ما كنت هنا والآن أكثر قدرة على ملاحظة نفسي، كأني بتفرج على نفسي، بشوف نفسي أنا بتعامل إزاي في المواقف. كل ما قدرت أفهم نفسي أكتر، فأقدر أوصل لعمق أكبر جوايا. وده يساعد المعالج محتاج، أو يساعدنا كلنا بصفة عامة. يعني دي حاجة تساعدنا كلنا. تمام. يعني فكرة إن الصدمة بطبيعتها هي زي ما احنا قلنا في الأول خالص، المخ من وقت للتاني قاعد يحاول يرجعنا آه، آه، للماضي عشان يرجع لنفس الحدث، عشان يحاول قدر الإمكان يعمل له معالجة. فجزء من ده اللي انت تعمله واللي انت تحاول تشتغل عليه هو انك انت
بتحاول قدر الامكان تخلي مخك في اللحظه الحاليه، سواء بقى تمارين لها علاقه بهنا والان، التمارين لها علاقه باليقظه او غيره. ودي مهمه جدا، لان هي مش بنقول ان هي معالجه، يعني ده مش بتعالج قد ما هي بتقلل شويه من السحبه اللي مخك كل شويه بيروح يعملها لك ويوديك للحدث اللي فات. تمام. برضه احنا كنا قلنا في وسط الكلام كده ان الاحداث التي لا تستخدم تضمر، الاحداث الايجابيه او غيرها او المعلومات التكيفيه. فبرضه جزء رئيسي من تمارين بسيطه، مثلا زي تمارين الانسان ممكن يعملها، تمارين ان هو يركز في الحاجات الكويسه اللي بيعملها على مدار اليوم، يركز في الحاجات اللي هو يقدر ان هو يفكر بيها نفسه، سواء النعم اللي ربنا انعم عليه بيها، سواء الحاجه الكويسه اللي هو عملها على مدار اليوم، سواء الكلمه اللطيفه اللي قابلها، سواء الاحساس الحلو اللي حسه. كل ده بيفرق جدا في ان المخ يخليك يقظ شويه ومركز شويه مع اللحظه الحاليه. ده بيفرق كتير جدا. تمام. طيب، في اي حاجه؟ اظن احنا كده غطينا كل الحاجات، اظن كده يعني ما عادش في حاجه. ونشوف بس اتاكد ان انا في اسئله ولا لا، تظهر لي كده. اه، الفيسبوك مش عايز يظهر لي حاجة، الحمد لله، مش عارف ليه. يعني احنا بنشكرك. طيب نشوف، اظن هيفتحوا، لا مش. ايوه، بسم الله، إن سوف يظهر. يعني في عدد لا بأس به من الناس. الانفصال اللي بيحصل، نفقد السيطرة وبعدين مش نتذكر احنا قلنا. اه، يعني في حاجة بس ده بقى موضوع طويل، يعني لو دخلنا فيه ايه مش في أعراض انفصالية، يعني ده بقى لما بيكون من الصدمات المعقدة شوية أو الشديدة، بيحصل في أعراض انشقاقية بنسميها يعني. تمام. بس يعني في من أول ما الحدث يتنسى بس، وفي بعد كده أحداث إن هو الواحد يبدأ من وقت للتاني يحس إن المكان اللي هو موجود غريب عليه، وإن هو شايف المكان من بعيد، يعني لها أعراض. كل ما الصدمة بتكون أشد وأقوى، كل ما بتكون أقوى في حتة الانشقاق دي. فأنا بشكرك يا دكتورة آلاء، يعني تعبناك النهاردة. احنا جايبينك يعني في ليلة من الليالي الفردية. يعني بس عنها. أنا مجددة النية الحمد لله، يعني يا رب بس يكون كان لقاء مفيد حتى أنا وللبعض، وأنا شرفت بيك جدا. الله يخليك. طيب، يعني ونذكر الناس بشكل مهم ان يا جماعة معلش، يعني يعني هي كلمة ممكن تبقى من نفس الموضوع، وبعض الناس ممكن يشوفها موضوع بعيد شوية. التعامل في الصدمات بالذات مختلف اختلاف جذري عن التعامل مع اي مشكله نفسيه تانية. فمعلش، قبل ما تروح لمعالج بيقول ان انا بشتغل في صدمات، اتاكد ان هو فعلا اتدرب على مدرسه من المدارس اللي بتعالج الصدمات، والشخص ده في حد مشرف عليه، او ان هو بقى وصل لدرجه معاه خلاص بقى، مثلا بقى له 20 سنه شغال ولا حاجه. المهم ان هو انت عارف هو واصل لفين. ليه مثلا؟ لو تفتكروا السنه اللي فاتت لما اتعمل مسلسل لام شمسيه واتكلم عن صدمات، كان كل شويه الاقي، يعني كل شويه الاقي واحد انا مش بتكلم عن حد معين بس عشان الناس ما تفتكرش انا اقصد حد معين خالص، انا بتكلم والله عموما انت، يعني من خلال خبرتي اللي التعامل مع صدمات الاطفال، من خلال خبرتي التعامل مع صدمات المراهقين، من خلال، وهو اصلا صدمات الاطفال والمراهقين مثلا يمكن على مستوى مصر الناس اللي شايفاها مثلا معدوده جدا، يعني يتعدوا على الصوابع. تمام، يتعدوا على الصوابع حرفيا، مش بقول الكلام كده يعني كتقليل او كده، لا هو ده حرفيا. فالشغل الصدمات بيحتاج لفترة من التدريب، وبيحتاج لفترة من الإشراف، وبيحتاج كمان إن المعالج نفسه أصلا من كتر سماع الأحداث الصادمة اللي بيقعد يسمعها، هو نفسه بيحتاج كل شوية يرجع للمشرف بتاعه ويتكلم في المشاعر الصعبة اللي بتقابله. يعني لو بكل وضوح مثلا، شخص كل شوية يسمع مثلا بنت تعرض مثلا تحرش لوالدها، تعرض تحرش من أخوها، عمه في الشارع، واحد مش عارف شاف وفاة مين، واحد شاف كذا، ده طبيعي جدا ان هو يتاثر. ف وطبيعي ان هو كمان بيحتاج اشراف وشغل عليه. في الصدمات بالذات بلاش تروح لحد الا لما تكون متاكد ان هو بيشتغل في الجزئيه ديت، عنده خبره كافيه فيها. ما تتحركش انك تسال الشخص بشكل واضح، لان في حد كان بيسال هو انا ينفع افضل شغال مع حد وما اعرفش هو بيشتغل ازاي؟ لا، ده ما ينفعش.
مفيش اي احراج في انك تعرف الشخص اللي قدامك اشتغل ازاي، مدرسته ايه، ولو هو في مرحله حد بيشرف عليه فيا ترى مين اللي بيشرف عليه. كل ده مهم جدا. لقينا تاني انت بتشتغل بسيستم بنسميه كده راكب داينامي، وبرضه الام دي ار بيسموه اسماء مختلفه، اللي هو الجرح المفتوح. يعني انت بالظبط زي ما تكون جراح، بس انت مش مدرب تعمل جراحه. يعني انت داخل مراره عمل حاجه صغننه قد كده هتفتحها، بس انا مش بتاع جراحه، فانا مش هعرف افتح العضله منين، ولا هعرف ادخل اجيبها ازاي. فانا ممكن لو انا مش دكتور جراحه قلت ده حته قد كده، يعني إيه اللي هيحصل يعني؟ اشيلها وخلاص، تعمل كارثه ومصيبه جدا. فبالتالي الصدمات بالذات انت بتخش حدث هو المخ اصلا بقاله سنين او شهور بيحاول يعملوا معالجه ومش عارف. فاذا كنت انت مش قادر انك تدي حاجه اضافيه للمخ، مش مجرد يعني جلسات الصدمات مش مجرد جلسات إن إحنا بنقعد نحكي، بنقعد نتكلم وخلاص ونقعد نعيد الاحداث ونقعد نعيط عليها، بل كمان بالعكس. يعني جزء رئيسي من علاج الصدمات انك لازم دايما تشتغل مع المريض وهو في نفس التحمل بتاعته. يعني هو قادر، وزي ما كان الدكتور عارف بتشرح من شويه، قادر تبني حاجات كتيره يتسند عليها، تقدر بعدها تشتغل على النقطه دي. فالنقطه دي مهمه جدا. ان للاسف في مواقع كتير جدا وجروبات كتير تلاقي لك انا عندي صدمه، تلاقي واحد داخل يقول له إيه، اتفضل انا موجود، اتفضل ابعت لي خاص. الكلام ده في الصدمات بالذات هيبقى مؤذي جدا، لانك انت تلاقي نفسك بتفتح حدث ثقيل جدا على المخ بمشاعر بافكار كتير انت مش قادر تتعامل معاها اصلا، فتخش تتعامل فيها بطريقه غلط، فتبقى عامل بالظبط زي فتحت جرح كده وسبته مفتوح. لا انت خيطته ولا انت قفلته ولا انت حطيت له بتادين ولا انت طهرته ولا عملت فيه اي حاجه. فمهم جدا يا جماعه ان احنا نركز في الصدمات بالذات، احنا بنروح لمين. تمام كده؟ ماشي، طولت عليكم في النقطه ديت، بس نقطه مهمه جدا يعني. وبنشكرك جدا يا دكتور علاء، وان شاء الله يبقى لينا برضه لقاءات اخرى عن الحاجات المعقده بقى الاكتر ان شاء الله. ان شاء الله ان بعد رمضان. شاء الله. كفايه كده علينا في رمضان، كفايه صدمات كده. ماشي، شكرا جزيلا ليك، ونشوفكم على خير ان شاء الله مرات تانية. السلام عليكم. عليكم السلام.